السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. السلام عليكم اللي بتشاهدوا جميعا من ما كنت. أما هذا الشخص الله لا سلمك ولا طرح لك بركة، يا الذي بتدعي وجه الوفاء وأنت أكبر أنا ماشي شغلط قد أنتو داري. تتذكر يا غالب أيامك ما كانك محبوس وتناشد الناس والقبائل وتستعطف الناس انهم يتعاطفوا معك يخرجوك تبصر اولادك. تتذكر الماضي، تتذكر تمام ايام ما كنت تريحم يا من. اما الان قدك بتستغلوا ظروف الناس. النثر الاول حق قبل فتره ونسينا والناس نسى والشعب نسى. تستغل البنات والمساكين تتزوج بها اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر ذا عشان حاجتهم، وهم يا رحمتها يا رحمتها وما حد داري ما خلف الستار. كلنا معنا اخطاء، بس انت اخطاءك كبيره. كيف اخطاءك كبيره؟ اخطاءك انك تتزوج بالبنت لان هي مستضعفه، تقضي المتعه وترتاحوا وطالق طالق طالق وما في كان اعظم. الاوله وقلنا عديناها، وهذا الله لا طرح لك بركه. انا نفسي اعرف من بيدعمك. هذا السؤال داخل راسي، من بيدعمك؟ من بيدي لك وانت اكبر ما عادش اقولش كيف بيصدقوك؟ انت ناكر، انت اقسم بالله انك اخس ما خلق ربي، عليك لعنه الله. ثاني حاجه انا اشتي اعرف كيف زي طلع تبرر تقول تزوجت على سنه الله ورسوله واديت زلط واديت البنت. اذا انت فعلت هذا كله البنت ما اطلعش، هذا قبل كل شيء. وثاني شيء كيف يا اخي مساكين كيف يسخى قلبك؟ كيف انت ما بش رحمه في قلبك؟ انت نزع الله الرحمه من قلبك، تستغل الناس والناس بيصدقوك وانك مسكين. والله ان انا عارف انك خطير برب المصحف يا اخي. شكلك اكثر من الدب الغاز. هل يرضيكم انه يفعل بالبنت هكذا؟ تخيلوا يا الذي بتشاهدوا كلكم ان هي مكلفكم، انه يتزوج بها متعه ويدهده بنت الناس تنزل لها الحديده. يا سبحان الله عليك، يا سبحان الله عليكم كلكم اللي بتشاهدوا. هل يرضيكم هذا؟ انا نفسي اعرف من بيدعمه. هذا السؤال اول شيء، منظمات او اي شيء او هذا الانسان والله قد زيد اللغاجه. كلنا معنا اخطاء، بس انت خطير اكبر استغلالي. الله لا طرح لك بركه. انت ومن بيدعمك يا منافق يا خطير، عليك لعنه الله والصوره معك. كان يتريح حمزه ما خرج وانه ملعون.